هل الأموات يتزاورون؟ يعني ممكن ميت يزور ميت، وممكن يجلس معه ويتكلم معه ويفرح ويحزن. هل الأمور دي ممكن تحصل في القبور، إن ميت يزور ميت يتحدث معه ويفتخر بولده مثلا كما ذكر؟ هل ممكن يجلسون يتكلمون في أمور الدنيا وأمور الآخرة؟ هذا ما سوف نعرفه حبيبي في الله في ثنايا حديثنا عن إمكانية تزاور الموتى في قبورهم، فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن أمر الموتى في البرزخ من الأمور الغيبية كما ذكرنا. تكلمنا قبل كده وقلنا إن أمور الناس في القبور أمور الموتى في القبور دي أمور غيبية، ما نقدرش نتكلم فيها خالص ولا نفتي فيها إلا بأدلة قاطعة من القرآن والسنة. يعني ما ينفعش حضرتك مثلا تقول إن الميت بيحصل له كذا 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 في قبره دون أن ترجع إلى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأ تتكلم بنصوص من القرآن والسنة، ما تألفش من عندك. وقد دلت الأحاديث على أن أرواح الموتى تلتقي في البرزخ، يعني فعلا في أحاديث ثابتة إن الأرواح بتلتقي في القبور في البرزخ وتتكلم فيما بينها، بيتكلموا مع بعضهم عن ذلك فيما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الألباني من حديث طويل في بيان قبض الأرواح. جاء فيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فيأتون به أرواح المؤمنين، يعني الذين ماتوا قبله، فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه. يعني الأموات بيفرحوا ببعضهم كأنك مثلا ولدك كان تايه عنك من سنين طويلة وها قد رأيته أو وجدته، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال أما أتاكم، يعني ما جالكمش، قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. سبحان الله العظيم، بيتكلموا مع بعضهم ويقولوا فلان، بيسألوا عن فلان، فبيقول له: ده خلي بالك راح النار والعياذ بالله. فسبحان الله العظيم، ثبت بالدليل ان الأموات بيتزاوروا فيما بينهم في القبور ويتكلموا في أمور الدنيا وأمور الآخرة. بل إن أرواح المؤمنين تلتقي في الحياة البرزخية بالجملة وتتعارف، ولا يكون هذا كاللقاء في الدنيا، مش زي ما كنت بقابلك في الدنيا وتقابلني على النص أو الكلام ده كله ونتكلم مع بعضينا، أو إن احنا نتعارف في الدنيا، مش زي تعارف الدنيا أبدا. أحكام البرزخ زي ما احنا عارفين بتختلف عن أحكام الدنيا. كل شيء في البرزخ ومجرد ما الإنسان يموت مختلف تماما عما كان عليه في الدنيا. فزي ما اتكلمنا وقلنا أمور القبر دي أمور غيبية ما ينفعش نتكلم فيها، لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. وهناك أكثر من 5 أقوال لأهل العلم في مستقر الأرواح بعد الموت، حكاها الإمام ابن القيم في كتابه الروح، ورجح أنه لا يوجد لها مكان معين، بل لها عدة أمكنة. فمنها مثلا ما يكون على أفنية القبور، ومنها يكون في الجنة، ومنها ما يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها ما يتنقل، وهكذا. ومع هذا فلا مانع أن تلتقي الروح إلا التي في الجنة مع الروح التي على فناء القبر، لأن الأرواح لها خواص متعلقة بها تختلف بأحكامها عن مقاييس البشر. دي بعض الحالات اللي ذكرها ابن القيم إن الأرواح ممكن تتلاقى فيها، ويدل على أن أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء. كذلك هو ممكن روح الحي تلتقي مع روح الميت. فالأموات في الآخرة والأحياء في الدنيا، ومع هذا فلم يمنع هذا أن تلتقي أرواحهم، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفيه دلالة على أن الأنفس تجتمع في الملأ الأعلى، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره. تمسك طرف الجلابية بتاعتك كده وتنفض مكانك كده اللي انت هتنام فيه، هذه هي السنة، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال بعض السلف: يعني يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، أرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. انتهى كلامه. وينصح بكتاب الروح للإمام ابن القيم لتفصيل في هذه المسائل أكثر، لأني ستجد هذا التفصيل بصفة أدق وأطول، وتفصيل كبير لهذه المسألة. لكن الراجح أن أرواح المؤمنين تتزاور في القبور ويتكلمون فيما بينهم، وربما تلتقي أرواح المؤمنين الأحياء مع الأموات. يعني ممكن والدك أو والدتك يأتيك في المنام ويتحدث معك في أمور كثيرة جدا، وتلتقي روحك مع روحه في حال المنام، هو ميت وأنت حي. سبحان الله العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.